هذا أسوأ كابوس لدى أسد البحر. مفترس العمق الذي يمكنه أن يضرب على الأرض. حوت الأوركا من بين أكثر الصيادين إبداعا في العالم. لكن يتبين أن حوت الأوركا يحتاج إلى شيء أكثر من غريزة القاتل، يحتاج إلى بعض الدروس. اكتشف الباحثون أن حوت الأوركا الناضج غالبا ما يعلم صغار الحيتان فن الصيد. خذوا درس رجال الضفادع الأساسي، وهو درس شائع في القطب الجنوبي. ترون كيف تجتمع حيتان الأوركا لخلق الأمواج وتطرد الفقمات إلى مخابئها. تسارع باتجاه الجليد وتغطس تحته في آخر لحظة. إنه مجهود يستلزم تنسيقا وتمرينا. هذا الشريط المميز يظهر سربا من حيتان الأوركا الناضجة، وهي تعلم الصغار تقنية السحب والأكل القاتلة. حتى عندما تفلت الفقمة فلا ينتهي الدرس. تعيد حيتان الأوركا الكبيرة طريدتها العاجزة إلى الجليد ليتمرن الصغار أكثر. أخيرا تقدم وجبة ما بعد المدرسة. لكن تعلم سحب الفقمة من الجليد سهل مقارنة بتعلم كيفية تناوله هنا على هذا الشاطئ المليء بالحصى على ساحل الأرجنتين. هذه أرض تكاثر لفصائل أسد البحر، وصغار الفقمة تغامر في النهاية وتنزل في المياه. عرفت حيتان الأوركا كيف تستعمل قنوات عميقة من المياه لتقترب بما يكفي من الشاطئ لتمسك أسد البحر. ثم تدع الجاذبية والتيار يعيدانها إلى المياه الأكثر أمانا. إنها تقنية صعبة وخطرة. إنها تجازف فقد تضيع. إن فشل الحوت في تعلم التقنية الملائمة فهو لا يفقد غذاءه فحسب، بل يفقد حياته أيضا. هنا يدفع حوت بالغ حوتا صغيرا ليصل إلى الشاطئ. يحاول الحوت الصغير أن يفلت ويسبح إلى أمان المياه الأعمق، لكن الحوت البالغ يسد الطريق. إنه درس صعب، ولا يتخرج الكثير من الحيتان الصغيرة من هذه المدرسة. هذا النوع من الصيد خطير جدا، وأقل من نصف حيتان هذا السرب جربته. إذن تتعلم حيتان الأوركا طرقا عديدة لتقتل الطرائد المختلفة. يبدو أن لديها القوة والدماغ.